كي تغزل مرتك وتقول لها شبيك وتقول لك شيء، هي تصير حتى مش مراه معسه ويعاود يرجع حد يقول لك شبيك وتقول شيء ماني قلت لك شيء. ان فيت المراه راهي الفونكسيون كيما تقول كيس تحط فيه حاجات. لو كان المراه اي حاجه تجرى لها تقولها تولي المراه القنقانه، وكني ما تقولش هكا الكاس يتعبى نحط كل مره نحطوا فيه حاجه كي يوصل الكاس قد نوصلوا لوضعيه الشيء، كي توصل قد هكا الشيء. كان هي تقول لك شيء وتسكت على روحك سي بون الكاس المره الجايه. كان تقعد انت الكاس تزعزع فيه شبيك وقتها المراه تترشق وتولي عركه جهنميه في الدار. شنو الحاجات اللي انتم ما تفيقوش بهم؟ فما الحاجات اللي احنا ديما نحكي عليهم انا خاطرني سونسيبل سوجي اللي هما يسموا اشغال الرعايه غير مدفوعه الاجر. المراه تعمل برشا حاجات مقارنه بالرجل، وكي تقعد ساعات مع روحها تلقى روحها سيء معينه تعب. قالت لي مثلا انا نقوم مثلا الصباح نقوم مدقدقه على خاطر ما رقدتش لي الكامع على خاطر ولدي تعب، ونبدا تعبه وبصيف واحد يقوم هو يغسل لي صباح يقول لي شبيك شبيه حبيبي شبيه ما رقدتش لي الكامل مثلا. دونك وقتها تدخل في حاله الشيء اللي المراه تعبه اكثر من الراجل. مثلا مرة أخرى قالت أنا الويكاند كامل نعديه نعمل جرون ميناج ونعمل باتش كوكينغ ونطيب وكل شيء، بعديك نوصل في آخر النهار في حال منها مش المفروض مش باسيغ اللي هو عملها حاجة ديريكتومون، أما الحالة اللي توصل فيها هي اللي هي توصل حالة اللي هي متغشة. مثلا فما الرجال اللي يساهموا في الدار أما مش بالكدا. دونك هذيك حالة الشيء. مثلا تقول أنا نقول له كي طيب حط المغرفة في الصحن. دونك عندها حلين هي، يا تقول له مش قلت لك حط له في المغرفه في الصحن وولي يتغشش خاطر يقولها انا هو يعتبر نفسه يعاون هو يساهم، والا تسكت وتتغشش ويقولها شبيك تقول له حتى شيء. الحاجات الاخرين الراجل اللي يوعد بحاجه وما يوفيش بالوعد، وعد هو في حكايه فارغه يقولها مثلا هي تجي تعبه يقولها باهي غدوك انا غدوك باش نقري الصغار، هو قالها من غدويك المراه تحطها في مخها على خاطر هذاك الوقت تنجم تعمل فيه برشا حاجات تنجم ترتاح. يجي وقت الاولاد باش يرقدوا يبدا الوليد يعيط الام ولا بنيه ما يجا قايل القصه والبو قاعد شاد في تليفونه. دونك هو في مخه حاله عاديه شيء ما صار، صافكو هي باش تتغشش على خاطر هو وعدها باش انها باش يقرا كتاب الصغير واللي هي هذاك يفرحها. دونك يقول لها شبيك ما تدوشك تقول له حتى شيء. واحده قالت انا في عيد الامهات وعدني قال لي في نهار عيد الامهات نقوم الصباح ونخرجوا صغار وما تعمل حتى شيء انت بجوش ترتاح. قامت الصباح بالطبيعه هو صباح راقد تحضرت فطور الصباح تغسل في الماعون جي باسها وقال لها هاني ماشي للقهوه وجهها تقلب قالها شبيك صحبها تقول له قلت لي ما قلتليش قالت له شيء قهوه. كان يقعد هو يزيد شويه تولي عاد تخرج له الكيس هذاك اللي فاضل كل نتاع شهر يخرج في وقتها. تنجم زاد راهي المراه تكون متغشه خاطر عندها طاقه سلبيه وكهو. تنجم خاطر احنا راهو نساء عندنا ساعات هرمونات عندنا حاجه اسمها SPM عندنا عاده كي اللي تصير انه فما عبد تقوم انت راك ماكش في صحنك واذا كي هي تقوم عندها طاقه سلبيه راهي هي ماهيش غلطك انت فورسيمون راجل وماهيش غلطتها هي هذيك الحاله تستوجب انها تكون ترتاح شويه. كي تلقى روحها اون بليس ما ترتاحش كي تقولها شبيك تقول له خوله الموبيلات زادت تغشش برشا نساء ورجال ما يفيقوش. قالت هذه انا قمت نهار عيد ميلادي ما قاليش بونيفرسير نهار عيد ميلاد مش كادو ومن با ما قالش لبنتي برا قول ماما عيد بونيفرسير اللي هو بلكش له حاله عاديه معناها هو في مخه باش يخرج وفي اخر نهار يجيب نوار ولا نعشنا باش يجيب خبزه جاتو. لكن هي حاله المراه حاله ياسر غراف خاطر هي في عيد ميلاده طيب له الجاتو والصغار تمشي تقول لهم الصباح برا وبوسوا بابا وبرا دونك اذا توصل الحاله نفسيه تاع كي يقولها اش بيك تقول له حتى شيء تقول له حتى شيء. فما تبدا واحده ضحكتني باش نوفى الحكايه بهذه الواحد قالت انا قاعده وحدي في البيرو وتخيلت روحي تعاركت انا وراجلي وعملت هالعركه في مخي وتعاركت وتفكرت الحاجات قلبها معبي سيغتانمون ايش دوك قالت كي بعديك تلاقيت انا وياه وشفته لقيت روحي اللي انا ياسر ما تغش عليه وهو ما عمل شيء. قالها انت شبيك قالت له حتى شيء فوالا. دونك شنو ننصحوهم الرجال اللي فينا برشا حاجات ديما نرجع لها راهو الستاتستيك نتاع اوكسفام اللي المراه راهي تعدي 8 الى 12 ساعه في النهار تعمل في اشغال رعايه غير مدفوعه الاجر اونتر ميناج ولهوه وتشري وتقضي وراجل يعدي 45 دقيقه. واذا راهي المراه تحمل عبء ذهني كبير وعبء بدني كبير. واذا المراه راك على قد ما تساهم في الدار راهو مش مزيه ومش برشا راهي هي
كي تقوم الصباح تقوم ديجا في ايتام تاع كي تقول لها انت شبيك، تقول لك راهو شيء خاطرها تعبه، خاطر في اللي ما ترقدش بالكدا الى اخره. دونك نصيحتك كون اوما، تكون تقول لك حتى شيء ما تشدش صحيح زيد، تقول لك حتى شيء ما تشدش صحيح، خص الحكايه جوست خمم كيفاش نجم انت تساهم باش الكوتيديان تاعها يتحسن. اما ما تشدش صحيح خاطر بالطوفه جينيرالمون الطوفه اللي هي باش ترشق ولا انت باش تتغشش ولا اي حاجه.